هنحاول نخلي فيديو النهاردة مميز شوية، وفكرته هي ازاي ممكن تتصور لوحدك لو انت بتحب تتصور، او على الاقل عايز تحتفظ بأي صورتين كده ذكرى، ولكن من غير ما تعتمد على حد، يعني فاهمني. ممكن الفيديو يكون من الفيديوهات اللي هو بتاعت انا محتاج نص مش عارف علبة كريمة لباني، بس للأسف يعني محتاجينها. مشكلة فيديو زي ده ان انت طبيعي جدا انك هتحتاج ترايبود، يعني ده الطبيعي، خصوصا في المكان اللي احنا فيه. تمام، يعني لو احنا فكينا هذا اللوك، تمام، اللوك مش مفكوك كفاية. اوكي، يعني احنا محتاجين ترايبود عشان نعرف نصور صورتين حلوين. تمام، ولكن تقدر تصرف نفسك لو انت جنبك اي ترابيزة اي كرسي او ايا كان. تمام، يعني هنحاول نظبط الموضوع. دي اول نقطة او دي اول حاجة تحتاجها، تمام، ان انت تثبت الموبايل، ودي حاجة بديهية جدا. ساعتها ممكن اتصور بالكاميرا الامامية او الخلفية، ولكن عشان تصور بالكاميرا الخلفية عشان تاخد الكواليتي الكاملة انت هتحتاج يعني لازم هتحتاج تتعب شوية. ممكن تحتاج اي سوفت وير بديل بموبايل تاني يمرر السكرين بتاعتك، تمام، على موبايل تاني. انا مش هعمل كده عامه، انا جايب ده عشان بسجل عليه، ولكن هتبقى حاجه كويسه جدا لو الاوبشن ده موجود، ولكن انا هعتبر برضه انه مش موجود معايا، وهحاول اتحايل على الوضع واظبط الفريم بتاعي نوعا ما بالكاميرا الاماميه، ومجرد سويتش بس الموبايل علشان نعرف نوصل للبوزيشن بتاع في الكاميرا الخلفيه. حاجه كمان من الحاجات اللي هتحتاجها، وهي بيزكس شغالها بجد لو انت طفيها الموضوع ده، انا مش فاهم انت ليه ممكن اصلا تطفي حاجه زي كده، وهو ان انت تشغل الجريدز اللي على السكرين. الجريدز دي حرفيا شيء بيرفكت. انت تقدر تسلطر بيه نفسك، لو انت بتعرف تصور هتلاقي نفسك بتعرف تصور غصب عنك. هي ليها رولز معينه ثابته ما بتتغيرش، تقدر تصور بيها نفسك وتصور بيها اي حاجه انت عايزها، بدل بقى بتبقى سكين موبايل معرفش ازاي ومعرفش رفعهولي فوق ونزلهولي تحت وعاملهولي كده ومعرفش ايه وبتاع، كلام غريب كده. الجريد سهل جدا. الفكره منه ببساطه ان انت عايز تصور اي حاجه بطريقه بيزك جدا، انت بتسنتر البني ادم. حرفيا انا واقف كده دلوقتي، انا واقف بيزد على الجريد رول. عايز تسنتر البني ادم بتوقفه في الكولوم اللي في النص، ولكن او البار او العمود اللي في النص، ولكن بتخلي خط راسه تمام بيكون عند الخط، يعني تمام بيكون عند الخط الفوقاني. تمام، يعني هيبان عندكم في السكرين اكتر. تمام، او بتصور عند نقط الانترسكشن بس ببساطه شديده، او على الخطوط نفسها. بتصور على الخطوط نفسها سواء انت بالطول او بالعرض او عند نقط الانترسكشن. انت كده خلصت حرفيا، انت كده خدت كورس تصوير. بجد هتلاقي نفسك بتطلع صور حلوه جدا جدا لو اتبعت الرولز دي. رولز بسيطه جدا وممكن تعمل بيها اي حاجه بجد. فحاول ان انت تسيطر على الوضع بالطريقه دي. زي ما انتم شايفين الشمس تحفه ما شاء الله. فعايزين نصور دلوقتي باستخدام الوضعيه دي، فخلونا نجرب نشوف هنطلع بايه يعني. الموبايل بتاعنا، اوكي اللي هو ده، تمام. مش عارف اصور بيه طبعا وانا بصور بيه. اوكي، هثبتكم هنا بقى، انتوا حاولوا تتفرجوا. انا هكون هنا. اوكي، الترايبود اهو، يعني نحاول نخليها كبي رولز، يعني نشغل نفسنا، يعني فاهمين.
حملك في الراحه والجايه اللي انت فيها دي والله. انا من الصبح كده والله. يا عم وجع القلب اللي انت فيه ده. انت تعال تصور معايا بقى. الله يخليك. طبعا لو انتوا يعني ملاحظين، فالجو بدأ الشمس خلاص بدأت تطلع. بالمناسبة من أهم وأفضل الحاجات اللي تعملها، أوكي، من أهم وأفضل الحاجات اللي تعملها، وهو إنك تنقي وقت شروق الشمس وغروبه. تمام. الوقتين دول من أفضل الأوقات جديا اللي ممكن تصور فيهم فيديوهات أو تصور فيهم صور. أنا بس عايز ألوك الفوكس بقى عشان إيه ما يقرفناش. أوكي. طبعا انا بصور دلوقتي الموبايل اللي هو اللي وريته لكم في اول الفيديو، فالموضوع اوحش. اوكي. يعني انا موبايلي ايه نوعا ما بعتبره كاميرته معقوله. تمام. وطبعا يعني لا يخفيك الموضوع بيكون كرنج ازاي قصاد الناس. تمام. لان الناس يعني ايه مش متعوده، ما عندهاش ثقافه التصوير، ما عندهاش ثقافه الترايبود، ما عندهاش ثقافه فاهم انت كده. وطبعا لو انت على البحر الترايبود من تحت هيتبهدل جامد. فيعني ايه حاول تسيطر على امورك يعني. تمام. طبعا بنخش بقى على مرحله الايديتنج. يا ريت تكون بتعرف تedit. يا سلام يا سلام. وعامه الموضوع مش محتاج اي يعني فقاقه. هو قواعد الايديتنج بسيطه جدا، او البيزك رولز بتاعت الايديتنج بسيطه جدا، اللي ممكن بيها حرفيا تطلع يعني شغل قوي جدا محترم، يليق ان انت فعلا عملت ايديت على الصوره. انت محتاج بس تظبط شويه كونترست، اكسبوجر، هايلايتس، شادوز، وايتس. فاهمني؟ فانت الموضوع ايه الموضوع بسيط عامه، مش صعب، مش معقد خالص. لان صور كتير جدا بتحتاج الموضوع ده. يعني صور كتير جدا تحتاج هي الصور بتخرج ساعات من الكاميرا بسبب بروسيسنج الموبايل، بتخرج غبيه. تمام. يعني الموبايل حلو وبتاع، بس بروسيسنج الموبايل احيانا بيخليها غبيه جدا. تمام. وانا مش فاكر، يعني انا ما افتكرش ان انا اعتمدت على اي صوره خارجه من الموبايل نفسه. يعني ما اظنش ان انا عملت حاجه زي كده قبل كده الصراحه. لازم دايما بدخلها على لايت روم. ومؤخرا بعد الابديت الاخير الجبار جبار بشكل مش طبيعي، سناب سيد. سناب سيد كنت بستخدمه من زمان. تمام. ولكن الموضوع ما كانش يعني بروفيشنال نوعا ما. هو كان تحسه برنامج فلاتر. يعني فاهمني، تحسه حرفيا هو كان برنامج فلاتر كده غريب شويه. ولكن الابديت الاخير ضاف فيه مش اي فلاتر بقى، ضاف فيه افكت. عارف برنامج داز كام بتاع الايفون والكلام ده، اللي هو بيديك تصوير الكاميرات الكودك. فاهم انت التصوير كاميرات الفيلم القديمه ده. هو ضاف فلاتر وبيابلايها بشكل نظيف موت بجد. انت ممكن تصور بيها، يعني انت ممكن تصور بيها وكله فول فري. برنامج سناب سيد من برامج جوجل الكامله فري، مش محتاج اي سبسكريبشن في اي حاجه. برنامج جبار الصراحه بجد يعني. بكل الاوبشنز اللي بقت فيه دلوقتي، مش عايز اقول هيستبدل لايت روم، لان ستيل لايت روم قوي في حاجات. ولكن سناب سيد بيعرف يعمل حاجات لايت روم بتحتاج فيه تعملها بفلوس. تمام. سناب سيد بتعملها فيه ببلاش يا صاحبي. تمام. فسناب سيد مهم جدا ان انت تشوف كلمتين كده عنه على اليوتيوب ولا اي حاجه. أو ممكن نعمل عنه فيديو عادي يعني. تمام. انا اصلا يعني بلا حاسبات بلا بتنجان يا اسطى. انا الحاجات دي بعشقها موت بجد. حاجات التصوير والايديتنج ومش عارف ايه. يعني اللي عارف او اللي قفش قناتي القديمه هيقدر يعرف حاجه زي كده. تمام.
انا كنت بحب اعمل سلسله تصوير، سلسله تعليم مش عارف لايت روم، سلسله تعليم سناب سيد. وكان بفيديوهات بقى طويله بقى، فاهم انت، تلت ساعه الفيديو ولا تقريبا مش فاكر، فاهم انت. وكان في كان في سلاسل كتيره بموت بقى بالهبل، واشرح لك ايه هو مثلث التعريض لا مؤاخذه كان اسمه كده، واللي هو بقى الايزو والشاتر سبيد والابرتشر وما اعرفش مين. وكنت مهتم جدا بالكاميرات، وكنت عايز اجيب الكاميرا ال 4000 دي، انا فاكر ان دي كانت كاميرا اقتصاديه موت. العدسه اللي كانت بتيجي عليها ال 50 مللي تقريبا، العدسه الزومد. كان في حاجات كتير قوي كنت عايز اشتريها. المايك ده كان احدهم ساعتها، المايك ده انا جايبه من زمان، من ايام ما كنت بصور في القناه القديمه. بس طبعا زي ما بقول لك، ثقافه ان انت تصور في مكان عام دي حاجه صعبه جدا. فيستحب ان انت تنزل فعلا في الوقت الشروق والغروب، لان الشمس مش بتكون فيه هرش، فاولا جلدك مش هيفهم انت، مش هيستكع، ومش تبقى انت ملسوع، وهتبقى عارف تفتح عينك وانت في الشمس. تمام. ما تتصورش وقت الظهر ولا العصر، دي جريمه عامه، دي جريمه في حق نفسك وفي حق التصوير وفي حق المجتمع كله. ليه يا اسطى ليه؟ تمام. اصلا الوقتين دول الشمس فيهم عامه مضره جدا، اصح اوقات دلوقتي والغروب. تمام، دي من اصح الاوقات تاخد فيها الفايده بتاعه الشمس مش الضرر منها. تمام. فيعني بس كده، بس تخش تنام يا اسطى، فاهم انت، خلاص بقى احنا اتصورنا، نخش ننام بقى. بجد الناس كلها بتصور عليا تتفرج عليا وانا بتصور ولا بصور دلوقتي، مين العبيط اللي بيتكلم نفسه ده؟ فاهم انت، اصلا البتاع ده عامه بيعمل اتنشن. البتاع ده البتاع ده عامه ممكن يعمل لك اتنشن لدرجه إن هو ممكن يخليك تتحبس عادي يعني، فاهم. ممكن يعني في اماكن التصوير فيها ممنوعه بدرجه شديده، فعادي يعني البتاع ده خطر برضه. تمام. صور موبايل ثبته على كرسي يا اسطى وتصور، فاهم. بس المهم اللي اقصده او الغرض برضو من هذا الفيديو اللي ممكن ما تكونش استفدت منه باي حاجه اصلا، وهو ان انت يعني ما تربطش نفسك بحاجه، يعني فاهم انت، عادي انزل الصور، البس لك اي تيشيرتايه عندك كده انت بتشوفها حلوه، وانزل الصور عادي، ايا كان المكان فين، ايا كان، مش لازم بحر يعني، عادي انزل الصور في اي حته، مش حوار، فاهمني. آه عادي بجد. والترابط ده عامه حاجه حلوه جدا، انا بعتبرها يعني استثمار. تمام. مش لازم تجيب اغلى حاجه في الحياه، عادي. بس هات اول النظيف على الاقل، يعني حاجه تقدر يعني بيبقى فيها الاوبشن، حاجه فيها الاوبشن ان هي ايه، تشيل كاميرا. تمام. بس هي يعني ده انا خاف اركب عليه كاميرا تبقى تقيله عليه، تمام، ولكن هو في الاوبشن ان هو يشيل كاميرا وهيشيلها عادي، بس ايه، تقلق، فاهم انت، هدى بقى ليه، لان انت كده هتركب موبايل، والموبايل اخف من الكاميرا بكتير، فايه، فاهمني، اللي هو بتجيب اول النظيف. تمام. بجد استثمار حلو، هتحتاجه في حاجات كتير، هتكتشف ان انت محتاجه، هتلاقي له استخدامات كتير جدا بعد ما تجيبه. تمام. انا ليه ساند كده عشان الشمس، هو عامل ظل فوشي باين. فعامة هو من الحاجات الكويسة اللي خليها عندك، هتنفعك في السفرية. تمام. لو انتوا عيلة او كده، مش هتندى على حد يقولك ممكن تصورني. تمام. وهكذا الحال، يعني مش هتضطر تضحوا بواحد في الصورة وبرضه من العيلة عشان يصوركوا. في حاجات كتير يعني ممكن تتعمل. ف فالترايبود من الحاجات الكويسة. المايك طبعا مش من الحاجات اللي مالهاش لازمة اللي انت هتحتاجها لو انت بس بتصور فيديو، غير كده هي ملهاش لازمة. تمام. ولكن اتعلموا التصوير، بجد التصوير، مش بقولك اتعلم التصوير خليك فوتوغرافر يعني، لا، اتعلم التصوير، اللي هو اتعلم ازاي تصور، عشان انا عارف ان الصور الناتشرال كده كده بتبقى اللي هي بتبقى معموله بالفطره دي، لان هي دي البديهه يعني، فاهمني، هي دي الفطره والبديهه، والصوره بتبقى فيها انرجي كده جامده. تمام. ناتشرال. ولكن وماله، اتعلم التصوير، اتعلم بس ازاي تمسك الموبايل، ما بقولكش خد كورس، بس يعني اتعلم ازاي تمسك الموبايل بجد وانت بتصور. ما تميلش الموبايل الميله اللي هي الغبيه دي، ليه يا اسطى، صور كده، تمام، صور كده، تمام، مش كده، صور كده، وفي نفس مستوى الشخص اللي قدامك، الا لو انت عايز توصل معاه للوك مختلف، انت عايز توصل معاه للوك اخر من الصوره، يعني غير الصوره الطبيعيه. لكن الصوره الطبيعيه انت بتمسك الموبايل بالمعدول مش بالمقلوب. تمام. بالمعدول مش بالمقلوب، وبتبقى في مستوى منظوره، بس بتبقى يعني في مستواه، يعني بتصور من هنا كده. تمام. مش بتصور من فوق ولا بتصور من تحت. وما بتمسكش الموبايل تقلبه تصور بيه، الحركه الغبيه جدا دي انا اسف يعني لو حد بيعملها، بجد ما تمسكش تليفون تصور بيه وانت قلبه كده، عشان ما ملهاش اي معنى، ما بتعملش اي حاجه يعني بالمناسبه يعني.
آه، ف فبس يعني عشان تطلع صورة حلوة، تطلع صورة حلوة، وقلل من استخدام موضوع البورتريه. على فكرة مش شرط تستخدم موضوع البورتريه، مش الايفون هو اللي بيطلع صور حلوة بس، في موبايلات كتير جدا 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 اندرويد بتطلع صور حلوة جدا. بس ما تقيدش نفسك بدل معيش ايفون الصور تطلع تراش. التليفون اللي في ايدك ده، اللي في ايدك إيه؟ اللي في ايدي، اللي مش في ايدي دلوقتي، اللي انا بصور بيه، تمام. الموبايل ده قديم جدا، واي 9 2019، كاميرته تقريبا 13 ميجا، تمام. وهي كاميرا واحده، الكاميرا التانيه كانت كاميرا ماكرو. انا كنت طالع بصور جباره جباره بكل المقاييس. احاول لو لقيت صور يعني عرفت اطلع منه صور اوريكم، ولكن بجد الموبايل ده انا كنت طالع بصور جباره جدا يعني. فما تقيدش نفسك برضه في حته الموبايل ومش الموبايل. آه، ما عشان كده بقول لك اتعلم تصوير، لان انت لو اتعلمت بيزكس التصوير الف ب بس تصوير، صدقني هتلاقي نفسك عارف تصور باي عده خربانه. لو ادوك موبايل بزرار هتصور بيه. فبس كده، عشان شفت الفيديو عشان الجو حر جدا، انا مش قادر، جو حر ما اعرفش ازاي، انا على البحر وجو نار، تمام. ولكن بس كده، عشان شفت الفيديو، فيديو مختلف نوعا ما. واشوفكم الفيديو الجاي ما اعرفش امتى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.